لو نفسك تتعلم باور بي اي بشكل عملي مش مجرد شرح نظري، الكورس ده معمول علشانك. خلال الكورس مش هنتعلم باور بي اي بس، لكن هنشتغل على مجموعه كامله من المشاريع العمليه زي اللي بتشوفها قدامك، ونبني الداشبوردز من البدايه لحد النهايه. هنبدا من الداتا نفسها ونتعلم ازاي نعمل داتا كليننج اند ترانسفورميشن باستخدام باور كويري، وازاي نتعامل مع البيانات ونجهزها بشكل احترافي. بعد كده هندخل على الداتا موديلنج وهنفهم ازاي نبني الريليشن شيب بشكل صحيح، ونصمم داتا موديل يساعدنا ان احنا نطلع نتائج وتحليلات كويس. وطبعا مش هنكتفي بالفيجوالز، لكن هنتعلم داكس وهنكتب الميجرز والكالكوليتد كولوم اللي محتاجينها علشان نطلع الكي بي ايز والتحليلات المختلفه. بعدها هنشتغل على تصميم الداشبورد نفسها، مش بس اختيار الفيجوالز المناسبه، لا كمان ترتيب اللاي اوت، الفورماتنج والانتراكشنز، علشان نوصل في النهايه لداشبورد احترافيه وسهله في الاستخدام. والاهم ان ده كله هيكون من خلال مشاريع حقيقيه وتطبيق عملي، بحيث مع نهايه الكورس تكون مش بس فاهم باور بي اي، لكن يكون عندك بورتفوليو من المشاريع تقدر تعرضه في السي في او لينكد ان او تستخدمه في شغلك. يعني هنتعلم في باور بي اي عن طريق التطبيق الحقيقي، وتبني مشاريع فعليه خطوه بخطوه.